السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله لاباس عليكم متهنين وبصحتكم. جبت لكم هذا الفيديو البسيط السهل ومتأكدة باللي راح تقولوا هذه الوصفة ودرتينا عليها فيديو كذا وكذا كذا، فراح نقول لكم ما عليهش فيديو. يعني أكيد كامل تعرفوا هذه الوصفة. درتها عفوا على جال مرات يعني نعودوا في خاصة النساء العاملات، ومرات نعودوا تعابة، مرات ما يعودش عندنا وقت، مرات تعود الصحة مكانش وحابة ديري حاجة خفيفة وعلى السريع. فدرت لكم هذا الفيديو البسيط، ان شاء الله تقبلوه مني واكيد ما تنسوش تدعموني بالاشتراك وباللايك، حتى وحابين تكتبوا لي تعليق سلبي انا راح نسمع تعليقاتكم السلبية والإيجابية، ربي يحفظكم. ففيديو نهار اليوم كما قلت لكم كنت يعني ربيت الطماطيش مع الثوم وخليتهم يتقلاو، ومن بعد كنت يعني شويت هذاك الفلفل، او قبل ما نضيف الفلفل شفتوني ضفت الماء في هذاك الصوص تاع الطماطيش. تحبوا حتى تضيفوا لها طماطش اللباط تقدروا تضيفوا لها طماطيش تاع اللباط عادي اللي هي طماطش مصبره. فكما قلت لكم وصفتنا سهله واقتصاديه وبسيطه. نعاود نذكركم هذه يعني حاجه تاع ليه تقدري تخدميها وتحضريها. ان شاء الله تقبلوا الفيديو ان شاء الله. اكيد ما تنساوش باش تدعموني بالاشتراك وباللايك. المهم حابتكم تطلعوا لي القناه رحمه على والديكم، فطلعوا لي القناه فضلا وليس امرا. واش راح نزيد نقول؟ كما شفتوا يعني نعاود لكم على الخفيف. قلت لكم درت الطماطش الحاب كنت ربيتها وضفت لها الثوم، بعد زدت لها شويه تاع الماء ودرت هذاك الفلفل سواء تقليه او حتى تشويه عادي راح تولي نفس النتيجة. وضفي شوية تاع الحشاوش. وهذه هي وصفتنا نهار اليوم، هذا فيديو نهار اليوم. نتمنى انه يعجبكم وسلام.